هل البنوك والوسطاء العقاريين بيقدموا نسب فوائد مختلفة؟ ايوه، البنوك والمورجج بروكرز بيقدموا نسب فوائد مختلفة، وده بسبب طريقة عمل كل واحد فيهم. كويس. البنوك بتقدم قرض مباشر او قروض مباشره، غالبا بيبقى عندها فيكسد ريت او فاريبل ريت، اقل او اكتر على حسب. لو عندك حساب او تعاملات معهم ممكن بتوفر عروض خاصه للعملاء بتاعها المميزين، بس الخيارات في الحالات دي بتبقى محدوده لانهم بيعرضوا بس منتجاتهم، على العكس من المورجج بروكر. او المورجج بروكرز عموما بيتعاملوا مع اكتر من بنك واكتر من شركه تمويل، فبيقدروا يوفروا لك عاده افضل انترست ريت متاح. ممكن يقول لك حلول لو وضعك المالي مش مثالي او الكريدت سكور بتاعك ضعيف. بعضهم بياخد عموله، لكن في العاده المفروض هو اللي بيدفعها، يعني العميل هو اللي بيدفعها. بس عشان تلاقي احسن انترست ريت بتستاهل انك انت تدفع. اوكي، ده لانك انت بتوفر على نفسك الاف الدولارات. لازم تقارن ما بين كل الخيارات المتاحه، ولكن لو انت مش قادر تحدد الخيارات المتاحه كلمنا، واحنا ان شاء الله هنقدر نساعدك في اختيار الاختيار اللي يناسبك انت لحالتك انت.